وخلي بالك يا اختي، ربنا لما خلق الراجل خلقه راجل وخلقك انت انثى. قال في سوره النجم وانه خلق الزوجين، الذكر ادي الراجل والانثى ادي المراه، يبقى في ذكر وفي انثى. شوف النهارده بقى يقول لك ايه؟ لا مساواة الرجل بالمرأة، هي زي الراجل والراجل زي هي. الله، الراجل راجل والست ست، الديك ديك والفرخه فرخه. لا، عمر الديك ما هيبقى فرخه والله عمر الديك ما هيبقى فرخه ولا الفرخه هتبقى ديك. هما بتوع اذا كانت واحده طالعه في الاعلام بتقول لك انا بمشي في الشارع مش حاسه بانوثتي. طب احنا مالنا ومالك؟ احنا مالنا ومالك؟ انت وانت انثى انت ولا شكل انثى انت؟ شوف والله العظيم. ويطلع واحد في البتاع ده الاعلام برضه يقول لك عادي، ايه اللي عايزين يغطوا المراه؟ تغطوا المراه ليه؟ الله دي زي اختي، ده انا لو شفتها عريانه اغطيها. يا نمس يا مجرم، يقول لي لو شفتها عريانه اغطيها؟ ما هي المراه هي الضحيه، راجل والست ست. فكروني بنكته ظريفه قوي. بيقول لك احد الملوك بتاعنا الحكام المتنيلين طغاة رايح يزور مزرعه بتاعت فراخ، فبيقول لي صاحب المزرعه هو كل فرخه بتبيض كام بيضه؟ قال له والله يعني بتبيض بيضتين على قدها. قال لا، كل فرخه بتبيض 5 بيضات. يا عم انت انا قلت كده، انت يا فرخه انت وهي، انا جاي بكره اللي مش عليها جايبه 5 بيضات هقطع رقبتها. جاء تاني يوم كل فرخه جايبه 5 بيضات الا فرخه جايبه بيضه. راح عندها كده، انا قلت مش 5. قال له طب بس هات ودنك. طب اديها ودنه كده، قالت له استر عليا عشان اناديك. الله يخرب بيته وخلوا الديك يبيض.